الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبع هداه إلى يوم الدين. وبعد، الدروس الخصوصية وشهر 8، وزي ما احنا عارفين الشهر ده بقى بداية الدروس الخصوصية، واحنا خلاص هنهل عليه والكل شغال حجز دلوقتي، ومدرسين كتير بتعلن عن نفسها ومشايخ في تحفيظ القرآن الكريم. ابتدي بمجالي أولا، وهو إن المشايخ يا جماعة اتقوا ربنا سبحانه وتعالى فيما تعلمون. ولو انت دلوقتي قاعد ما بتعلمش وما بتحفظش قرآن، انا بقول لك بقى واجب عليك في زمان انتشر فيه الفساد وعم انك تبتدي تحفظ قرآن كريم، سواء بأجر او من غير اجر. اللي تعمله المهم انك تنشر الخير بهذا الامر. ثانيا، اللي شغال بيحفظ اقول له اتق الله في اللي انت بتعلمه. يا جماعة، الطالب اللي بيجي لك مش عارف يقرأ كلمة من 3 حروف وتديله في المصحف، ولا كلمة من 4 حروف مش عارف يعني ايه السكون، بتديله في المصحف ازاي؟ انت بتقرأه مرة 2 10، في الاخر هيطلع يروح البيت معظم الاهالي ما بيعرفوش يقرأوا قرآن، فمش هيعرف يحفظ، فانت كده بتاخد اجر على عمل غير كامل. فالاصل انك تأسسه، انك تعرفه الاول يقرأ ازاي، وتاخده بالتدريج. لو هياخد سنة تأسيس، ودي قاعدة، وبعد كده يمسك المصحف يقرأ فيه. فأنت لما تديله حاجة هيقدر يقرأ في مصحفه. لو أنت يا أخي لم يطل الله عمرك ومت، يبقى الولد ده بيعرف يقرأ، يبقى كل كلمة يقرأها هتبقى في ميزان حسناتك. يبقى يا عم الشيخ يلي بتحفظ قرآن، أنا بيجي لي طلبة، مش بشكر في نفسي والله ولا أزكي نفسي على الله، أنا أقل الناس، لكن بعد لا يقل عن 15 16 17 سنة خبرة في هذا المجال، اللي عاوز يحفظ قرآن لازم يقرأ الأول. لما يجي لي طالبة في 3 إعدادي مش عارفة تقرأ كلمة من 3 حروف وبتاخد قرآن مع الشيخ فلان، ألا طب إزاي أنت كنت بتاخد القرآن؟ افتح المصحف مش عارفة تقرأ. يبقى اتقوا الله. ننقل بقى على المدرسين التانيين، سواء بقى إنجليزي، فرنساوي، عربي، دراسات، علوم. يا جماعة المدرس اللي بيدي 4 مواد و5 مواد ده اتقي الله. يعني انت كنت كفء في كل المواد دي في المعهد ولا في المدرسة؟ يا عم ده انت كنت بتنجح بالعافية، جاي دلوقتي تدي انجليزي وعربي وفرنساوي وتتاجر في الاهالي، وتقعد تقول انا بدي ال4 مواد ب100 عشان المدرس بتاع المادة نفسه بيدي المادة مثلا ب100، بس هو متقن للي بيعمله. ليه؟ لأن ده تخصصه. أسوأ ما تعيشه الأمة العربية وفي مصر على وجه خاص، ان احنا بقينا نتكلم في اللي ملناش فيه، وكل واحد فينا بقى دكتور وبقى مهندس. تيجي تكلم واحد تقول له بطني وجعاني يقول لك اعمل كذا، تيجي تقول له واحد العمارة دي مش عارف يقول لك اعمل كذا. بقينا كلنا دكاترة ومهندسين، كل واحد يحترم عمله واعمل الشيء اللي بتحبه عشان تتقنه. بتاع الانجليزي بتاع انجليزي، بتاع العربي بتاع عربي، عشان نقدر نطلع جيل كويس. بقى دلوقتي تبص تلاقي الطالب ما عندوش قدرات. ليه؟ لانه متعلم تعليم ليس التعليم الحقيقي. وبعدين اقول لك حاجه، المدرس اللي بيدي كل المواد ده هيبقى متقن ماده واحده، والمواد التانيه هيبقى بيديها لكن تحفيظ. يعني ازاي؟ يحفظك الحاجه كده، لكن في حاجه بيسموها كده بقى الشباب يعرفها، التركه بتاعته اللي هي بتاعت استاذ الماده. يقول لك دي ليه؟ انا كان في حاجه عندي مشكله في الجبر دايما كده زمان، اجي عند البرهان واقف ما حدش عارف يفهمها لي. ممكن يكون انا اللي ما كنتش فاهم، لكن في الغالب ان المدرس مش عارف يوصل لك. لان اوصل للبرهان واجي عند دي واقف، يبقى اكيد كان في نقص في شيء معين. فلذلك اتقن عملك ايها المدرس واتق الله. ونصيحه اخيره للاهل، ما تجريش واللي بيدي 4 مواد و5 مواد، لان ده بيتاجر في اولادك. لانه لو كان متقن لكل المواد كان بقى اتقن فيها في الكليه، وكان طلع كلها امتياز. لان اللي بيطلع بتقديرات عاليه في معظم المواد دي حالات نادره. نسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم الاخلاص. جزاكم الله خير.